السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هالشرح طبعا فيديو حصري للمتدكاكين، يوضح لكم طريقة كيف تحمل أفلام، كيف تركب عليها الترجمة، وإن شاء الله يكون شرح واضح. طبعا من الحين اللي عنده استفسار يعني أو ما فهم شيء في الفيديو ينزل لي في الموضوع، إن شاء الله أقدر أرد عليه. طبعا الموقع اللي أنا أستخدمه موقع اللي هو ايزو هانت، هو أفضل موقع تحميل حاليا. طريقته سهلة. تدخل الموقع، تجي في السيرش تكتب اسم الفيلم أو المسلسل اللي انت تبيه. طبعا أنا كاتب جاهز ذا دارك نايت. بعد ما تكتب الفيلم اللي انت تبيه يطلع لك الأفلام موجودة قدامك. طبعا هو نفس الفيلم لكن صيغة تختلف، في صيغة اللي هي بلوراي اللي هي أوضح شيء، في صيغة اللي هي دي في اللي هي تكون صفاوة يعني كويسة اللي هي هذه. طبعا هذه أفضل واحدة يعني إذا أنت ما تبغى تحمل شيء ثقيل. بكل بساطة إنك تفتحها. اول ما تفتحها تشوف اول شيء طبعا السيدز لازم يكون سيدز عندك حلو. من برا تشوف انا ما دقيقة، من برا انك تشوف سيدز افضل. هنا الاس هي سيدز يوريك 75، يعني 75 ما هي مرة لكن كويسة. اهم شيء انه يكون الريتنج حقها حلو، لان اذا ما كان كويس معناته عندك التورنت يكون يعني ملف يعني فيك، ويمكن يكون فيه فيروس. فإذا كان كل شيء كويس معك افتح الفيلم، افتح التورنت معك. بكل بساطة تحط داونلود تورنت. طبعا أنا حاط لكم ملف تحميل تورنت اللي هو يو تورنت، حاط لكم إياه في الموضوع. هو أفضل برنامج يمكن تحميل بالنسبة لي. بعد ما تحط أفضل لك إنك تحط أوبن وتبدأ سيف يعني أو تفرق، تنتظر شوي. حلو، يفتح لك هذا هو التورنت. هنا تختار ملف الحفظ، تختار على كيف بعدين تحفظه. يوريك هنا عاد ملفات اللي حملها، خلها كاملة ملف منها. بكل بساطة انك تحط اوكي يبدأ يحمل معك الفيلم. عاد متى يخلص على حسب النت عندك والسيت حق الفيلم. بعد ما تحمل فيلم ويخلص الفيلم، شلون تحمل ترجمة؟ تدخل على الموقع اللي أنا هذا هو السبرينج حقه، أنا حاطه لك في الموضوع. بعد تدخل وتسوي سيرش نفس اسم الفيلم أنت حاطه. بعد ما تدخل تلقى اسم الفيلم نفسه، تلقى أنواع، اختار الفيلم اللي أنت قاعد تدور عليه. تطلع لك هنا ترجمات كثيرة. طبعا أنت تدور على ترجمة عربية، تشوف اللغة هنا، هذه لغة الترجمة هي لغة عربية. بعد ما تلقى الفيلم اللغة تبيها دور الصيغة اللي أنت اخترتها. احنا قبل شوي اخترنا اللي هي هذه نفس الشيء دبدرب اي ان جي اف اكس جي، هذه هي الصيغة اللي اخترناها بالضبط. تدخل عليها داونلود، تتحمل معك، تسوي لها فك بالضبط وتنزلها بنفس الملف اللي فيه الفيلم. طبعا انا ما حملت الفيلم، عندي مسلسل فريندز هنا. شوف اسم الحلقة وشوف هذه الترجمة اللي حاطها معها بنفس الملف، كلهم في ملف واحد. طبعا عندك تحط اكثر من مسلسل، يعني تحط اكثر من حلقة. بكل بساطة تنسخ اسم المسلسل، اسم الحلقة يعني، وتحطه مع اسم الترجمة نفس الاسم يكون. بعد ما تخليهم نفس الاسم تشغل الحلقة لونها باين. هذه ترجمة واضحة وكويسة. البرنامج نفس اللي يعرض الفيلم اللي يعرض المسلسل، برنامج كويس حق أفلام وكذا، تقدر تقدم فيه ترجمة تعيدها. ونزل لكم رابط تحميل بعد في الموضوع. هذه ببساطة كيف تحمل أفلام تورنت وتركب عليها الترجمة وتتابعها. أتمنى يكون شرح واضح. اللي عنده استفسار ينزله في الموضوع إن شاء الله يقدر أرد عليه. شرح حصري منتج دكاكين. زياد، يعطيكم العافية.